نبدي فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. خلونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وتعالوا نشوف الفيديو اليوم شنو بيه. طبعا مثل ما شفتوا فرغت أول شي هذا الطرشي اللي جايبته، فرغت كل الكمية بهاي العلبة اللي تكون زجاج حتى تحافظ عليه، وطلعت من عنده يعني للأكل، والباقي أحتفظ بيه بالثلاجة أو بالبراد. وهنا أني طابخة تمن أحمر، لأن اليوم الأكل يعني حيكون بيه سمك مشوي يعني جاهز من برا، فأني بس طبخت التمن الأحمر، وأكيد جبنا الطرشي والخضرة واللبن وهاي السوالف كلها. يعني احنا متعلمين دائما من نجيب سمك لازم نسوي تمن أحمر. طبعا طعمها كلش طيب، أنا كلش أحب هذا السمك المشوي، يعني المسقوف العراقي كلش طيب. يعني شقد أني مثل يعني هنا أنا أشوي بالبيت وأقليه هم طيب وأحبها، بس مو مثل طعم المسقوف، يعني طعمه يختلف تماما. ما شاء الله، خير من الله، والحمد لله والشكر على هاي النعمة الفضيلة. سهمنا وسهمكم العافية. طبعا هذا الفيديو هذا قبل رمضان، يعني هذا كان غدانا. أكيد هنا لازم شاي بعد السمك. إذا أول مرة تشاهدوني وما مشتركين بالقناة، اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. وهاي شغلات أو شنو يعني شو تسموها هاي السوالف النمنميات. هنا جبنا هاي الآيس كريم بالفستق الحلبي كلش طيبة. وهاي هذا بسكت الشعير بالنوتيلا كلش طيب، هم كلش حبيت هذا البسكت. طبعا أنا مو من عشاق الحلويات ولا أحبهن، بس هيج نادرا،
يعني أجيب هنا وأكلهن. هاي المارس كلش طيبة. والتوداي دائما أحب يعني الكاكاو اللي يكون دارك يعني كلش، ويكون مر. أحب هنا اللي يكون يعني نسبة السكر بيهن كلش قليلة. هاي السنيكرز والكندر بوينو. ولهنا خلاص فيديونا، حبيت أشارك وياكم هذا الفيديو. شكرا على المشاهدة، وسهمنا وسهمكم العافية، ومع السلامة.